تعرف ان النبي كان بيعلمنا عن وقت ليلة القدر بالتحديد، ولكن لما خرج سيدنا محمد عشان يخبر الصحابة عن وقت ليلة القدر حصل حدث، وبسبب هذاك الحدث رفع الله علم وقت ليلة القدر. بس اول شيء خلينا نعرف فضل ليلة القدر. ليلة القدر فيها يكتب الله سبحانه وتعالى اقدار السنة المقبلة، وفيها تتنزل الملائكة وجبريل معهم عليه السلام، والعبادة فيها بأجر 1000 شهر، يعني كأنك عبدت الله سبحانه وتعالى 83 سنة تقريبا. فأوحى الله سبحانه وتعالى للنبي عن وقتها ومتى ليلة القدر بالضبط. بس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الصحابة لقى 2 من الصحابة يتشاجرون، كانوا يختصمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، فرفع الله سبحانه وتعالى علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم. ومن بعدها علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر. فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 و9 و5.